شربت قلقاس، كلت ايس كريم وقلقاس، ما جربتش الاثنين. طب الشاي بلبن ايس كريم، تعال نجربهم مع بعض. بس بيحاولوا يجملوها، يقول لك ده مش قلقاس، ده مشروب طارو بالبوبا. احنا اصلا البوبا دي كانت بالنسبه لي نقله تانية في عالم المشروبات. ايس كريم وقلقاس ولا شاي بلبن؟ قلقاس قوامه تقيل، متسبك صح القلقاس ده، خلي بالك. وبعدين عندي مشكله تانية مع القلقاس، ان هو عامل نفسه بطاطس ومتنكره، فهو دلوقتي تنكر في كل حاجه، هو دخل في الايس كريم كمان. بسم الله. انا مش فاهم حاجه، انا مش عارف اقول هو حلو ولا وحش، ولا انا مش عارف اقول ايه. هو شبه بسكوت لوتس. بالظبط كده. بعيد. انا قلت رايي. انت معانا بسكوت، نخش في الشاي بلبن معروف. لو الشاي الميلك تي اتفضلوا معايا. شاي العروسه ده ولا ايه؟ ده ملوش علاقه بالشاي خالص، ولا له علاقه بطعم الشاي، ولا له علاقه بطعم اللبن. وحاجه غريبه جدا، ممكن يكون طعم الشاي بس من غير سكر. الناس اللي بتحب الايس تي متهيألي هيحبوا الايس تي ايس كريم. انا اتسحلت، انتوا مش فاهميني صح؟ ما تيجي نشرب. والمشروب الاخير بوبا وطارو وكريمه تشيز. ازاي ما تسالونيش، بس ده موجود معانا. عامل زي انك بتفتح واحده بيست. ما ينفعش اقول عصير بيست على اللي انا بعمله ده ب 160 جنيه. ده عصير بيست ايه؟ قلب قلب. حاسس ان انا المفروض لازم اشربه كده، فاهم؟ كانت هتقف في زوري، بس سحبت سحبه جامده شويه. انا هنا بقى حاسس طعم الشاي بلبن. انا حاسس ان انا مخي باظ، ولا انا في افتر تيست بيوصل لي بعدها. اتفضل. بيخمس معاك، خد خربوش شاي بس. ده كل ده واحنا لسه الصيف ما بدأش. فقولوا لي بقى في اختراعات تانية جديده حابين ان انا اجربها، ولو في عندكم اختراعات جربتوها غريبه يبقى قولوا لي برضه في الكومنتات. طب هكمل انا بقى اعمل القلقاس ده، واقوم ادور على اي حد بيبيع طبق رز بشعريه هنا عشان نحل القعده ونبدا نتغدى. سلام عليكم.